ايه حكاية أغنية كركشنجي دبح كبشه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كركشنجي دبح كبشه واحدة من أنجح أغاني المطرب الشعبي الشهير أحمد عدوية. ألفها الشاعر حسن عثمان، والأغنية دي مأخوذة عن قصة حقيقية لراجل شغال كركشنجي. أولا، يعني إيه كركشنجي؟ الكركشنجي ده راجل بيمسك مبخرة في إيده ويعدي على المحلات، بنشوفه كتير طبعا، بيعدي على المحلات بيطلب حسنة من ده وحسنة من ده. الراجل ده كان عايش في منطقة شعبية وكان حاله بسيط، لكن كان عنده كرامة. فكان في الأعياد والمناسبات بيختفي، ما بيعديش على المحلات عشان ما ياخدش أموال أو لحمة من الناس بتوزعها في الوقت ده. وأحمد عدوية كشف في أحد التصريحات حقيقة الأغنية دي إنها كانت فعلا حقيقية، لأن الراجل ده قرر ما يظهرش في الأعياد والمناسبات زي ما اتعود يظهر. لكن أهالي المنطقة اللي كان فيها قرروا إن هما يكافئوه بطريقة تانية، فجمعوا له 7 جنيه واشتروا له خروف. في الوقت ده كان ثمنه 7 جنيه، وادوه هدية ليه. الراجل خد الخروف وكان فرحان جدا بيه، وهو مروح اشترى 7 سلاطين عشان يحط فيهم مرقة اللحمة، وكمان جاب 7 مسامير عشان الجزار يفرد عليه الفروة بتاعة الخروف. عمل حساب كل ده، لكن ما جابش الحبل اللي يربط بيه الخروف. وهو ماشي بالخروف لغاية البيت دخل بيه الحارة. عياله فرحوا جدا وقالوا كركشنجي ذبح كبشه، يا محلى مرقة لحم كبشه. الأغنية استكملت أحداثها كأنها في مشهد من فيلم. فالخروف هرب من الراجل، لكن الراجل عكشه، زي ما قال أحمد عدوية، عكشه يعني مسكه. لكن الخروف حاول يهرب مرة تانية، وبالفعل مع محاولات الكركشنجي السيطرة على الخروف، لكن الكبش ما استسلمش، نكشه يعني نطحه وهرب. وراحت على الراجل السلاطين اللي اشتراها والمسامير اللي اشتراها. وجت تكملة الأغنية عشان تحكي معاناة الراجل ده مع الخروف، فقالت 7 سلاطين استسلطناهم من عند المستسلطنين. يعني الكركشنجي ده كان قاعد بيندب حظه لأنه اشترى 7 سلاطين عشان يحط فيهم المرقة، لكن السلاطين دي وقعت واتدشدشت منه. وكمل الأغنية: تقدر يا مسلطن يا مستسلطن تستسلطن لنا 7 سلاطين زي ما استسلطناهم من عند المستسلطنين. يعني هل يقدر أي حد إنه يجيب السلاطين زي اللي اتكسرت دي تاني؟ ولما الكركشنجي ده اشترى 7 دبابيس عشان يدبس بيهم فروة الخروف من أطرافها بعد ما يذبحوا، قال العدوية: تقدر يا مدبس يا مستدبس تستدبس لنا 7 دبابيس زي ما استدبسناهم من عند المستسبسين. تقدر يا اللي بتضحك تسخر على الخروف اللي هرب، تقدر تشتري لي كبش مكانه عشان اذبحه وادبس فروته. وهنذكر لكم كلمات الأغنية كاملة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وفي نهاية الأغنية قال أحمد عدوية: فركش، يعني الموضوع انتهى خلاص، والخروف هرب، والراجل قاعد يتحسر على الخروف والمرقة بتاعته اللي ما شربهاش. دي كانت حكاية أغنية الكركشنجي اللي ذبح كبشه، اللي غناها أحمد عدوية، وهي تشبه مشهد تمثيلي كامل لمعاناة راجل بسيط فقد حلمه في الخروف ومرقة لحمه. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.